السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد من مطبخ سام صبحي. يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هعمل حواوشي بإضافة هتخلي طعمه أحلى من اللي بره. إضافة مهمة جدا. لأول مرة تشوفوا قناتي انتظروا الاشتراك وفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ورأيكم في الكومنتات وما تنسوش في اللايك. ويلا بينا نشوف الطريقة على طول. هنسمي الله. اول حاجه معايا كيلو من اللحم المفروم، معايا 5 بصلات وسط، معايا طماطمايه مبشوره، معايا فلفل الوان ده فلفل رومي بارد، ومعايا فلفل حار، معايا طماطمايه مبشوره، ومعايا معلقه كبيره من بهارات الحواوشي، وهيبقى معايا بقى معلقه او ربع صغيره من الفلفل الاسمر، معلقه صغيره من الملح، وهيبقى معايا التركه والاضافه اللي انا هحطها دي مهمه جدا يا جماعه، هتفرق جدا في طعم الحواوشي. معلقه قرفه مطحونه، معلقه صغيره بس تكون مليانه، دي هتفرق جدا، هتخلي الحواوشي طعمه اجمد من اللي بناكله في المطاعم. والفلفل الحار هنا حسب الرغبه، ممكن تبدليه بفلفل رومي بارد. هجيب بقى الكبه بتاعتي وهبتدي اقطع البصل كله كده وهفرمه فيها. ما عندكيش المفرمه البصل، هتبشري البصل. وانا بفرم البصل بتاعي هنزل عليه بالفلفل، ياخد فرمه كده مع البصل بالشكل ده. دلوقتي بقى انا فرمت البصل، هحط بقى كل التوابل بتاعتي على اللحمه والطماطم المبشوره، وهنزل بقى بالبصل وابتدي بقى اعجنهم كويس مع بعض. وبشوف اللحمه في الاخر لو محتاجه شويه ملح بحط لها وبظبط اللحمه بتاعتي. كده خلصت اللحمه يا جماعه. هبتدي بقى افرد بقى اللحمه في العيش بتاعي. العيش ده يا جماعه ده مخصوص للحواوشي، الرغيف كده حجمه مظبوط زي اللي بتجيبيه من المطاعم. وهجيب بقى ورق كده ابيض، الورق ده برضو للحواوشي، ده اللي انا هلف فيه الرغيف بتاعي. هيكون معايا بقى زيت لدهن العيش بتاعي او الرغيف الحواوشي. هفتح الرغيف حته صغيره كده، وهبتدي بقى اخد اللحمه بتاعتي احشي كده معلقتين في كل رغيف. بجيب بقى الرغيف كده وابتدي ادهن وشه بالزيت، والناحيه التانية بنفس الطريقه. بحط كده شويه على الورقه بالشكل ده، وابتدي بقى الف الورق على الرغيف. بتجمعي الورق كده من الجناب لحد ما الرغيف يتقفل عليه خالص بالشكل ده. انا مشغله الفرن بتاعي على اعلى درجه على صاج الفرن من تحت. ده شكل العيش بعد ما خلصت. هخلص بقى كله كده، هبتدي ارصصه كده على الصاج في قلب الفرن. خلصت كده الكميه فردتها في الصاج. يا جماعه كيلو اللحمه عمل معايا 25 رغيف، بسم الله ما شاء الله. عمل كميه حلوه قوي. بصوا لما احب بقى اعرف العيش استوى ولا لا، الورقه دي لما لونها يحمر بالشكل ده انا بقلبها على الناحيه التانية بالشكل دوت. وكده انا خلصت الحواوشي بتاعي، وده شكله النهائي بعد ما خلص يا جماعه، تحفه بجد. يا رب اكون افدتكم، يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير. مع السلامه.